السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخواتي وأولادي، حياكم الله في قناتنا على اليوتيوب. معاكم أخوكم الشيخ الروحاني أبو عبد الله من سلطنة عمان. الآن نرجع لمسألة تنزيل الأموال. أكثر الأمور الغامضة عن هذا العمل بأنه يشوفونك الأموال يصوروها عندهم. أنا أجاني أكثر من شخص يعني شرح لي هذه الطريقة، يقول لي يا شيخ أنا كلمت شخص يدعي إنه شيخ روحاني وقادر على تنزيل الأموال، دق علي صوت وصورة أو بعت لي فيديو وذكر فيه اسمي وصور لي الأموال اللي نزلت لي وكذا كذا من هذه السوالف. لكن أنا ما يهمني هذا الكلام، أنا بس أبغى أوضح لكم يا أخوان الله يحفظكم. التنزيل عند اللي أنا أنزل لأحد، أنا بتكلم عن نفسي، عند اللي أنزل لأحد أنزل عنده. كيف أنزل عندي؟ عادين هو إيش مستفاد يعني لو أنزل عندي أنا إيش مستفاد هو؟ أنا أنزل عنده ما أنزل عندي. يعني أكثر من شخص اجاني وقال لي يا شيخ أبي إثبات، ابعث لي مقطع فيديو انك منزل له شخص او انك ذاكر اسمه في المقطع او الى اخره. انا ما يهمني يا اخوان، انا بوضح لكم كل شيء ان شاء الله. انا بعطيكم توضيح في كل شيء وبشرح لكم عن الطريقة، وبشرح لكم. انا منزل اكثر من شرح عن طريقة تنزيل الاموال، والحمد لله يعني الفضل لله تعالى. الناس تعرفنا وتعرف أعمالنا وتعرف أشغالنا وتعرف صدقنا الحمد لله تعالى. لكن الآن مسألتنا اللي هي تنزيل الأموال عندي ولا عندك؟ لا أكيد عندك. يعني بعض من الأشخاص يقول لي نزلها عندك وخذ نسبتك وانقل لي الباقي، يعني بعث لي الباقي. لكن يا أخوان ما في من هذا الكلام، هذه ادعاءات غير موثوق بها. يعني قاعد بوضح لكم كل شيء إن شاء الله. التنزيل بيكون عندكم ما بيكون عندي. ولأي استفسار ثاني بإمكانكم التواصل معي على الواتساب، الرقم ظهر أمامكم في الفيديو أو تلاقونه في الوصف. كان معاكم أخوكم الشيخ الروحاني مسعد العماني أبو عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.